السلام عليكم. في فيديو اليوم إن شاء الله باش نعملوا مقروض، المقروض التونسي وإلا مقروض القروان بطريقة ياسر سهلة وبسيطة، والنتيجة كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله. نودكم وما نشهيكم، شوفوا لي هاك الزين والعين والبنة، بسم الله ما شاء الله. نتمنى تجربوه بطريقتي وبإذن الله يعجبكم، وتكتبوا لي رايكم في التعليق شنو جاكم وشنو رايكم فيه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، معسل في حقه طايب في حقه ما شاء الله. نودكم وما نشهيكم، يذوب في الفم الحسيلو. باش نبداو بسم الله في الطريقة. أول حاجة خذيت البول باش نخلط فيها، خذيت باش ناخد 3 كيلات سميد أرطب، سميد أرطب بالكدا. كل ما نحط كيلة نغربلها. قلنا 3 كيلات سميد رطب عليهم كيلة فرينة، بيان سور الكونتيتي حسب ما تحبوا نتوما، معناها بلي مش تكيلوا بيه لول حاجة صغيرة ولا كبيرة حسب الكونتيتي اللي تحبوها. وعليهم كيلة زيت زيتونة. خذيت الكيلة ديك ساعة باش نحطها تسخن، وفي نفس الوقت بقيت نخلط في السميد والفرينة، نخلط فيهم مع بعضهم باش يتجانسوا مع بعضهم. توا الزيت سخن كهورا وما هوش يغلي، جوست سخن. حطيت كيلة الزيت زيتونة وباش نبدا نخلط في الخليط الكل. خلطته المره الاولى بمغرفه لوح، ومن بعد كي ولا دافي معناها نجم نمسو، بديت نخلط فيه بيديا. شوفوا كيفاش معناها بين صوابعي نبسس فيه وكهو، نبسسوه بالكدا باش نعرف اللي معناها كيلة الزيت نتاعي صحيحه. كي نشدو كعبوره نلكمتوها ونكعبروها بالشكل هذاك تبقى ملمومه، وكي اول ما ننزل عليها بصبعي تتحل، معناها راهو ماخو كفايته من الزيت. مش نخليه توا باش نغطيه باش يبات ليله كامله، ومن غدوه ان شاء الله باش نكمل نخدمه. غطيته بساشي ذاك نتاع كونجيلاسيون، حليته معناه لازم حاجه بلاستيك وفوقه منديله، وباش نغطيه ونخليه يرتاح على روحه. في نفس النهار حضرت الشحور متاعي، خذيت كيلتين سكر عليهم 4 كيلات ماء. بالطبيعه كيما نقولكم تاخذوا نفس معناها نفس الكاس باش نكيلوا بيه السكر والماء، والكونتيتي حسب الكونتيتي متاع المقروض. 2 كيسان سكر عليهم 4 كيسان ماء. شطر قارصة ذيك عصرتها وزادة حطيتها معناها في الخليط. حركت شوية وباش نحطها على الغاز لين تطيب. قعدت يمكن 45-50 دقيقة الحسيلو. تو نوريكم بعد القوام تاعو كيفاش. هذايا من غدوة مديت البول متاعي، بديت نفرك فيها بصوابعي وباش نكمل نخدمها. توا نفس البول هذيك اللي كيلت بها من الاول هي توا باش نحط فيها السوائل. اول حاجه خذيت كميه من ماء الزهر. ماء الزهر هذاك بعثته لي ماما من تونس، عملته لي جارتنا يرحم والديها ويبارك لها، تطا جليله ربي يبارك لها وربي يسلم يدياتها. حطيت مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره ولا شطر، مغرفه صغيره كركم، وعبيت كملت معناها البول بالماء. معناها الكل في الكل 3 كيلات سميد، كيلة فرينة، كيلة زيت زيتونة، وكيلة ماء. بإذن الله تجيكم مضبوطة وقد بإذن الله. توا خذيت صحفة ولا شقالة ولا حاجة معناها واسعة محلولة، وحطيت فيها الخليط متاع السميد والفرينة والزيت زيتونة، ومش نبدأ توا بشوية بشوية نحط في الماء ذاك المفوح. وكما تشوفوا بصوابعي كل شيء معناها المقروض تخدم كان بالصوابع كهو، ما نعجنوش وجست نلمو لما نقعدوا ديما بصوابعنا بالطريقه هذيك كما تشوفوا. نزيد معناها تدريجيا لين نكمل كونتيتي متاع الماء ذيك الكل باذن الله. كما قلت لكم المقادير مضبوطه باذن الله. هكا هوتا ومش نقعد نلم فيه هكا لمان، معناها مش نعجن، جست نلم فيه لمان. لميته بالشكل هذاك وقربته لبعضه، وباش نخليه يرتاح شويه كيف ديما نغطيه بساشي ومنديله ونخليه على جنب يرتاح شويه يشربك السوائل هذيك لين انا نحضر المعجون متاع التمر. خذيت كيلو، هذاك كيلو معجون تمر حاضر. سامحوني مش نحلو ساعه بيديا، خاطر كما تشوفوا كما تعرفوا معناه يبدا يقالب هكا يابس، باش نفركوا بالسياسه ساعه بيديا ومن بعد باش نفوحوا. حاولوا ننزلوا عليه بسخانة اللي يجيني معناه يتحل، جوست هكا نوسعوا بالنا شويه. توا باش نفوحوا حطيت
مغرفة صغيرة قرفة وشوش ورد وعود قرنفل مرحية، كيف كيف كمية متاع ماء زهر وكمية متاع زيت زيتونة، وزدتو شوية جلجلين كعب. توا باش نبدا نخلط فيه بالكدا 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 لين نتحصل على عجينة طرية ورطبة كيما نعرفوا معناها عجينة التمر اللي في المقروض. شوفوا هذا القوام متاعها، نجموا نشكلوها بودان بسهولة ما شاء الله بالحق، وريحتها فايحة على الاخر. غلفتها وباش نخليها ترتاح لين نبدا نخدم في المقروض متاعي. توا خذيت شويه من الخليط نتاع السميد والفارينه من العجينه، حليتها كيما نعرفوا معناها نعمل مقروض، كيف كيف ناخذ بودا نحضروا نتاع تمر، حطيته في الوسط الحاسيلو هكا تشوفوا معناها بنفس الطريقه كيما نعرفوا نعملوا المقروض، نعملوه بودا خشين ومن بعد نبداو نجودوا فيه. قسمته على 2 باش الخدمه تكون لي ارتاح، ونبدا نعمل فيه بودان لين يولي جويد. أراه المقروض يجي جويد، المقروض سورتو مقروض القروان أراه يكون جويد، معناه جويد بالكدا. أنا عندي القالب هذا خذيته من عند ما نعرفش جزيرية ولا مغاربة، الحاسيل المقروض متاعهم كان يبدا هكا خشين شوية، ما عجبنيش الحقيقة. ما عنديش أنا المقروض القالب معناها متاع المقروض متاعنا التونسي جويد. الحاسيل استعملت هذايا البنة بنين، اما الشكل ما نعرفش جاني خشين. انا خاطر المقروض اللي انا نحبه واللي نعرفه يجي جويد اجود من هذاك، وراه قد ما يكون اجود قد ما يكون ابن على الاقل بالنسبه لي. ما نعرفش انتم قولوا لي كيفاش تحبوه المقروض. شوفوا كيفاش شكله، طبعناه وقصيناه هكا راهو يسمى خشين، مازال خشين خاطر هو كيفاش يتقلى مش يزيد يتحل شوي، يزيد ينتفخ شوي هيك. علاش نقول لكم لازم ديما يكون اجود. تو تشوفوا انا المره الاولى ماني هكا عملته بالقالب معناه كيما هو، وتوا باش نوريكم كيفاش حبيت جربت نعمله بالعكس معناها. هاو في الظهر نتاعها هكا مستوي، جوست انا نزلت باش خذيت الزينه معناها من فوق وكا. هاو شوفوا هذايا ازين وهذايا خير وهذايا ارتب، تكون جويده وخير معناها. هذايا انا المقروض اللي نعرفه واللي نحبه. شوفوا هكا هذا السمك مريقل ما شاء الله هكا باهي، معناه هذا المقروض الأصلي بإذن الله. هكا هو نكملوا شكل كعبة المقروض متاعنا، نكملوا الكونتيتي اللي عنا الكل بنفس الطريقة، ديما الخليط مغطية. توا حبيت شوية الكونتيتي اللي قعدت زدتها شوية لوز مهروش وحبيتها نعملها باللوز بيان سور كيما نحبوا، معناه نزيدوا الفاكهة اللي نحبوا قد ما نحبوا الكونتيتي ولا النوعية. انا جربت بشويه عندي طريف معناها لوز مهروش هما اللي حطيتهم. نكملوا كيف كيف بنفس الطريقه، نعملوا بودان نسمحوا نرطبوا نقصوا ونحطوا في الطبق. نكملوا الكونتيتي متاعنا الكل ومن بعد نتعداو معناها للقلي. نأكد لكم اللي لازم يكون جويد باش ديما نتحصلوا على نتيجه مخير. الكونتيتي اللي عملتها هذه الكميه اللي حضرتها لي متاع المقروض. شوفوا ما شاء الله نودكم وما نشهيكم، هذوكم متريف على قاعد وعملتهم هذوك كيما جويد المدور. توا باش نوريكم الشحور، هذا قوام الشحور. شوفوا كيفاش ما شاء الله عسل، ريتو كيفاش هذاك لازم يكون هكا قوام تاعو ثقيل. هذايا القوام تاع شحور المقروض لازم يكون بالشكل هذا باش يعطينا النتيجه اللي درناها. كي نحلوا الكعبه تبدا تتعلق معناها وتبدا بنينه. الحاسيلو ان شاء الله تتبعوا المقادير بالضبط وان شاء الله تتحصلوا على نفس النتيجه ونتيجه تعجبكم باذن الله. توا باش نتعدى للقليان، خذيت كسرونه صغيره بالكل، هذيك اصغر واحده عندي، عبيتها بالزيت. اول ما سخن الزيت نقص نحط على نار متوسطه ونحط كعبه المقروض متاعي، نحط حمله باهيه بما اني انا معناها معبيه الكسرونه معناها بالزيت. نخليهم يطيبوا اول 10 دقائق، ما نمسش بالكل ما نمسهمش باش ما يتحلوليش. ومن بعد توا بالسياسه بديت تشوفوا بالسياسه نسيسوا عليهم ونحركوهم بالسياسه ونقلبوهم. معناها مده القلي راهي بين 15 و20 دقيقه باش يطيب لنا في حقه ونسيسوه ويعطينا حوجه مزيانه وبنينه. معناها حطيت بجنبي شحور باش ديريكت من القلي طول للشحور.
هاكا هاو طاب لنا المقروض، شوفوا الكولور نتاعو محلاه ما شاء الله. راهو ديما مع الشحور مش يزيد يغمق سنه، معناه مش يغمق درجه، ما نخليوش يغمق على الاخر في القلي. وهكا نخرجوه دوري لونه ذهبي مزيان، خاطر في الشحور بطبيعته مش يزيد معناها يخولون يزيد يغمق لونه. حطيت المقروض اللي خرجته في الشحور، وحطيت الحملة الثانية ولا الرمية الثانية متاع المقروض. هكاك ديما ما نخرج هذا كي الاخر يقرب يطيب، فهمتوا؟ بيان سور قعدت نحرك فيه معناها اللي نتغطى بكله معناها وشرب كله الشحور بالكدا. وين صايب باش نخرج انا الرميه الاخرى، نخرج الرميه الاولى ولا اللي قاعده تتشحر، نحطها في صفايه تستقطر بالشحور نتاعها بالكدا، وهكاك نكمل. وكهو نكمل الكل بنفس الطريقة. وهذه هي النتيجة متاع المقروض متاعنا. شوفوا ما شاء الله، نودكم وما نشهيكم بالحق مقروض القروين كيما نعرفوا وكيما نحبوا وكيما نشتهيه. شوفوا لك الزين والعين والبنة.